مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب دايما بصحة وعافية وهنا. بصوا النهاردة عملت أكلة بعملها في 5 دقايق، سهلة جدا جدا وطعمها جميل قوي وكل الناس بتحبها. بصوا أنا جبت حلة، سبت المية تغلي وطبعا حطيت مكرونة وسلقتها وحطيت ملح وزيت وسبت المكرونة لما تتسلق. جبت حلة تانية حطيت فيها حوالي معلقتين من السمنة وسبتهم كده يسيحوا ويقدحوا. حطيت عليهم بصلتين متقطعين حتت صغيرة. تمام، انا عايزة البصل خشن فعشان كده هسيبه متقطع حتت صغيرة. هبدأ ان انا اقلب فيهم لحد بس ما البصل يدبل. انا مش عايزة البصل يبقى متحمر، انا عايزاه بس دبلان. هنا كانت حسيت ان السمنة شوية فزودت لها زي معلقة كده كمان. بصوا انا عايزة البصل يبقى بالشكل ده كده، ما يبقاش متحمر قوي. هنزل عليها بنص كيلو لحمة مفرومة، وابدأ ان انا اقلبها كويس لحد ما اللحمة تتشوح في البصل وتتقلب وكله يدخل كده مع بعضه. بعد كده، بعد بقى ما البصلة تتشوح وتاخد اللون الرمادي اللي انا عايزاه، هقولكوا بقى انا هعمل فيها ايه. هي كده خلاص دخلت في مرحلة السوا وبدأت ان هي في منها اهو بدأ ان هو ياخد اللون الرمادي الحلو ده، اللي هو دليل ان هي استوت يعني. تمام، هفضل اقلب فيها كده لحد ما البصل كله يدخل جوه اللحمة وكلها تتشوح. هنا البصلة خلاص هنا كده سوري، اللحمة كانت اتشوحت ووصلت كده للدرجة ديت. كنت بشرة طماطمتين، هنزل على اللحمة بالطماطمتين دول وبعد كده هقولكوا هعمل ايه. جبت بقى معلقتين صلصة حطيتهم على اللحمة، الصلصة بتدي طعم وريحة للحمة تحفة. هحط الصلصة كده على اللحمة وابدأ ان انا اقلبها، وكمان علشان الطماطم اللي معايا ما كانتش حمرا قوي فكان لازم احط معلقتين الصلصة دول. انا حطيت معلقة وهي دلوقتي المعلقة التانية. هبدأ ان انا اقلبهم كويس وبعد كده هقوم جاية حاطة بقى البهارات بتاعتي. بقى البهارات اللي انا هحطها؟ جبت نص معلقة صغيرة من بهارات اللحمة وبدأت ان انا احطها. طبعا بهارات اللحمة دي خام انا اللي كنت عاملاها، وهحطلكوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. لو فاكرين انا كنت عاملة معاها كمان بهارات الفراخ، وهحطلكوا الرابط في صندوق الوصف. نزلت عليهم بحبة ملح، وهحط عليهم نص معلقة سوري اقصد معلقة فلفل اسود صغير، وهبدأ ان انا اقلب فيهم كويس وكنت مقطعة فلفل سبايسي. هنزل على اللحمة بالفلفل السبايسي كده وهبدأ ان انا اشوحه هو كمان مع اللحمة. اللي مش عايز يحط فلفل سبايسي ممكن يستبدله بفلفل كوبي او فلفل بارد، مفيش اي مشكلة. هبدأ ان انا اقلبه كده وبعد كده هحط اللحمة على نار هادية علشان تتسبك كده مع بعضها. بعد كده هجيب حلة احط فيها حوالي معلقة من السمنة، مش هكتر يعني، مش معلقة كبيرة كمان، انا عايزاها معلقة صغيرة. بصوا انا هنا ديت لقيتها زيادة فشلتها. وهنزل في السمنة دي بالمكرونة بتاعتي اللي انا كنت سلقاها، وهبدأ ان انا اشوح كده المكرونة في السمنة واقلبها كويس. وبعد كده احط عليها نص معلقة من الفلفل الاسود ورشة ملح خفيفة كده، مش عايزاها حادقة قوي. وهقوم جاية موطية عليها النار لحد ما تسخن كويس وتكون اللحمة كمان بتاعتي اتسبكت. هبدأ ان انا احط رشة صغيرة كده من الملح، عليها نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، واقلبهم واسيبهم بقى بردك على نار هادية علشان المكرونة. انا كنت مسوية المكرونة على فكرة سوا كامل. هغطي بقى دلوقتي على المكرونة علشان تسخن كويس وهقولكوا هعمل ايه. لو اول مرة تشوفوني اضغطوا شير ولايك واشتراك في القناة. هنا كانت المكرونة استوت، حطيتها بقى في طبق وحطيت عليها معلقتين من اللحمة المفرومة. على فكرة الطريقة دي حلوة قوي وان شاء الله تجربوها وتعجبكم.